ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. احنا مش هنطول عليكم المقدمه، بس النهارده فيديو غير اي فيديو، صح ولا ايه؟ صح طبعا. طيب هنعمل فيه ايه بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ احنا الفتره اللي فاتت دي كنا متاخرين عليكم في الفيديوهات علشان كنا بنعمل شويه تجديدات في الشقه، هفرجكم عليها دلوقتي عليها. بس قبل ما يعني احنا خلصنا وقلنا هنفرش معاكم وناخد رايكم وتقولوا لنا في الكومنتات رايكم ايه في الفرش، ولو عايزين نبدل حاجه مكان حاجه نزود حاجه، يعني هنبقى مع بعض. يلا يا شباب. هي الشقه نظيفه وكل حاجه تمام، بس هنديها ايه يعني كنسه بسيطه كده بالمكنسه الكهرباء ومسحه كده بالشرشوبه واحنا واقفين، ونبدا تقولي ايه؟ مفاجأة ايه؟ الفيديو بتاعت الفيديو اللي هي ايه؟ قولي. ما هي دي احنا دلوقتي في المفاجأة اللي هي حاجة رمضان ونفرش ونعمل حاجات. ما احنا بنفرش علشان نعمل لكم الفيديو اللي بعده واحنا بنعلق الزينة. اوكي يلا يا شباب. يلا يا حسام. ابدأ بقى وهات فرحانة يا كوكي؟ اوعى يا حسام تشفط كرمه. لم بقى يا حسام دي، يلا لم دي. برافو برافو يا حسام. كرمه ساعدي اخوكي، هو هيدخل وانتي دخلي المشترك. يلا شطوره يا حلا، برافو. الشرشوبه يا حسام معلش هاتها لي وانا وحلا تعمل. شطوره يا لولو. حسام شفط وهي بتلمع كده. بعدين انا هعمل حاجة بعدين ماما تعمل حاجة بالترتيب كده. كلنا هنعمل مع بعض صح؟ وبعد ما نمسح الأرض هنعمل الستاير. شطوره يا حلا. انا هعمل ستاير يبقى كده 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 صح؟ خلاص يا لولو. يلا كده خلصنا مصر. دخلها بقى انت حسام علشان تقيله على حلا. حاضر. انا متحمسة قوي تقيلة يلا قوي. بس هوريكم دلوقتي، افرجكم على الشقه. هي فين يا ماما الشرشوبة؟ بصوا ده اللون اللي احنا عملناه، اسمه لون بريز. بس مش واضح قوي يعني. وعملنا الكفر ده لسه جايباه جديد للركنه، وهنفرش مع بعض. وهنفرش مع بعض دلوقتي الكفر بتاع الانتريه وهاخد رايكم فيه. وعملنا الجزء ده بقى ايه بتاع قلنا ايه بنتفرج على الفيديو بتاعنا. رخام كده وخشب يعني دي من التجديدات اللي احنا عملناها. يعني غيرنا في الاضاءات شويه. والرسمه دي برضو عملناها. ايه رايكم فيها؟ بصراحه هي لما اخترناها كانت ارق من كده شويه،
بس يعني لما اتعملت حاسه ان هي اوفر شويه، بس يمكن بقى لما نفرش وكده تطلع افضل يعني مع الفرش والسجاد والستاير والكلام ده. برضو انتوا قولوا لنا رايكم ايه. بس وكده، ده اللي عملناه في الريسبشن. وبقى ممكن ابقى نعمل لكم فيديو تاني لو انتوا طلبتوا بتاع اوضه حسام وحلا وكرم وكده. وده الفرش اللي احنا تعالوا بقى نشوف بقى ايه. هنفرش الفرش. هنفرش، لا نفرش الاول الستاير، صح؟ نفرش الستاير الاول. هات يا حسام الستاره البينك هنا صح؟ بس هات نفرش دي الاول. ماشي، بتاعه الانتريه الاول. دي؟ هي فين الماسوره اللي ماما حسيني وهنبدا دلوقتي ايه نركب. طبعا احنا ايه بنفرش الستاير الاول قبل ما نحط اللي هي البياضات او الكفر اللي احنا جايبينه، عشان احنا جايبين 2 نشوف انهي فيهم اللي هتليق. شكلها حلو صح؟ خلاص دخل دول يا حسام، مش عايزينهم. ماشي. دي خد يا حنا. بس سيب الطويل. لا هات دي. ايوه دي عجباني قوي. لا عايزين دي سيب المخدة دي عجباني قوي. دي بقى دي مش مخده يا كارما، دي خداديه كده بتتحط على نشيل دي. امسكي حلو يا حلا. جامده. ثبتي ايدك يا حلا لو سمحتي. لا امسك انت يا حسام. ودي عجباني لكن مفيش حاجة تانية نجيبها. لا الدور احنا متحمسين جدا جدا جدا، وعايزين نشوف الشكل النهائي بعد التجديد. وكمان لما نحط زينة رمضان. رمضان قالوا بعد الغياب وبقى زمان ويقولوا بقونوا تعالى يا كوكي ساعدينا. رمضان. يلا يا بطل استنى يلا حد برضه يمسكها قبل ما اطلع. بس هو ده بس اللي كان ايه يا كرم. امال لما ده احنا لسه بنفرش، لما نعلق الزينه هتعملي ايه برضو؟ اتفضل.
اقول لكم هنا بالمغربي برضه زي هسه كفايه لوك 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 لوك. امسكي دخلي دي جوه. بتتكلمي معاهم ايه؟ هي صيني، هم طلبوا منك جزائري سعودي مغربي مش صيني. شو بدك صيني برضو؟ طيب دخلي دي. هم زيهم بالظبط. هي بس خلاص كده احنا ركبنا الستاره. يعني انا بتكلم دلوقتي عربي صح؟ اه الصيني بيتكلم برضه عربي عادي برضو. سبحان الله. طب دخلي. طب شو بدك انت شو بدك؟ انا شو بدي اسمع كلمة. طب اسمعي كلامي ودخلي دي جوه. شافع الجزام. يلا احنا كده فرشنا الستاير. بصوا اهو كده الستاره بتاعت الانتريه والستاره بتاعت الركنه. طبعا الركنه دي ده كفر زي ما قلت لكم، انا لسه جايباه امبارح وحطيته. الركنه عندنا انتوا اكيد شفتوها في الفيديوهات، اللون بتاعها نبيتي اللون بتاعها اهو اللي وهتلاقوه في الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ده. فاحنا قلنا ايه كتغيير بس شويه. انتوا بقى قولوا لنا اللون اللي في الفيديو ده النبيتي احلى ولا الكفر احلى؟ بصراحه انا مش يعني عشان نغير برضه مش عاجبني قوي، بس قلت كتغيير. حسام وحلا مش عاجبهم وكانوا عايزين يشيلوه، فانتوا قولوا لنا في الكومنتات انهي الاحلى، لونها الاساسي ولا الكفر اللي عليها. هنبدا دلوقتي بقى ايه نفرش السجاد. اوكي طيب انا كنت لسه بتفرج احنا عندنا جبنا 3 سجاد طبعا. روحوا هاتوا لهم خلاص يا كوكو كوكو كوكو. راحت الاكياس اللي كان فيها السجاد نوريهم انتوا عملتوا فيها ايه. روحوا اهي. ده بديل سجاد كده خفيف انا بحبه علشان يبقى سهل في طبعا البديل السجاد ده كان في الورق ده بس هم قاموا بالواجب يعني. بننفخها ونعمل لبعض كده. طبعا انا عندي سجاد بس انا بحب بديل السجاد ده، حاجه خفيفه كده سهل الغسيل لان انا بحب اغسل السجاد كل شويه. فيعني جبنا 3 حاجات. جبنا دي هنحطها هنا صح؟ دي هنحطها فين؟ دي غالبا هنحطها هنا برضو هناخد رايهم. استني يا كوكي. تعالى كده يا حسام، ممكن يا حسام تقف انت هناك وتجيب كارما هنا قدامي. ايوه تعالى جنبي انت. تعالي انت كمان. العكس. دي انا كنت جايباها بس دي فتله. ايه ده؟ دي بتاعت ستاره الحمام. ماشي. ما هم ما بيسيبوش حاجه على حالها. افردوا. ايوه بس كده. برافو عليك. شكلها تحفه. انا كنت جايبه دي. بصوا لا خليها تكون شبه بعض غالبا. ما هو هقول لك على حاجه يا حسام، اللي بيفردها حسام دي افردها يا حبيبي زي دي بس على بني. نفس الريشه ونفس كانت هتنفع لو شايلين الكفر. في خيط هنا بس خلاص. بس انا بقول ان دي هتبقى اشيك عشان احنا حاطين اوعي يا كارما اهو. هات هنا يا بابا. ده جراي وده جراي. فدي انا بقول اشيك علشان نفس اللون صح ولا ايه؟ لا عشان يكونوا شبه بعض احسن يعني. ودي برضو هتلاقي عشان هي جولد. مش عارفه. لا انا شايفه دي برضه زي ما هو بصراحه. ايه رايكم؟ شايفه لو احنا هنسيب الكفر يبقى دي الجراي دي الجراي الفاتح. لو هنشيله ونخلي الركنه بلونها الاساسي يبقى نحط دي صح؟ بس احنا نشيلها ونحط دي. هم هيقولوا لنا في الكومنتات هل الكفر ده شكله حلو ولا مش حلو ونشيله ونخلي الركنه زي ما هي، ساعتها هنحط دي. اوكي يلا بقى ظبطوا. هي برضو دي بصي اهو دي برضو لايقه والله. بصوا انا كمان عايزه اقول لكم حاجه ومش عارفه برضو قولوا لي رايكم ايه. انا كنت حابه ان السجادتين او يكونوا نفس اللون، وكنت هجيب الاثنين اللون ده بس حسام كان معايا وقال لي لا يختلفوا. بس انا قلت له طالما الاثنين الريسبشن فيه قطعتين في مكان واحد يبقى السجادتين واحد، وانتوا برضو قولوا لي رايكم ايه.
ايوه وفي ايدينا، كل حاجه في ايدينا هنغيرها. ماشي. شيلي دي دي كده. احسن يوم. لعبتوا في السجاد يا حبايبي ونسلتوه بس. طيب هم حسام وحلا حطوا دي فوقيها، انهي الاحسن؟ انا شايفه صح اللي كان تحتينا. لا انا شايف ان هي دي. هي اللي تحتيها لو هتحطي دي، بس انا شايفه ان احنا نشيل. يعني بصي دي لايقه مع دي. طيب ما هي لايقه مع دي، احنا حبيبي دلوقتي حاطين الكفر. ماشي بس نشيله هيكون احسن. احنا مش هنشيله غير لما هم يقولوا لنا، قالوا لنا الكفر حلو هنسيبه، قالوا لنا اللون الاساسي بتاعه كويس، يعني هنشوف هم رايهم ايه. اوكي ماشي يلا. ده اللون الاساسي. طب احنا مبدئيا نسيب ايه؟ انهي سجاده فيهم؟ دي ايه رايك يا حلا، نسيب دي ولا اللي تحتها؟ طب نعمل فوت. حسام دي شيل دي يا لولو. حسام احنا مبدئيا دلوقتي مش هنشيل ماشي الكفر، فنحط انهي سجاده؟ اللي تحت لو مش هنشيل الكاميرا. طب خلاص يبقى خلينا في اللي تحت. لم دي دلوقتي ونشوف رايهم ايه. اكتبوا لنا رايكم، احنا بنحب رايكم، ولو في حاجه يعني شايفينها ممكن نعملها. على فكره يعني انا عامله كام رف كده خشب بس لسه ما استلمتهمش، لما استلمهم ان شاء الله هبقى اصورهم لكم. وجايبه برضو كام يعني اللي هو البوت والزرعه والحاجات دي، شجره كده، الاشجار دي يعني. برضو لما يجوا هصورهم لكم. برضو انتوا لو ليكوا اراء تاني او حاجه تانية قولوا لنا عليها واحنا نعمل. ودي بقى بتاعت الطرقه هفرجكم عليها. الطرقه بقى جوه بعيد يعني عن الريسبشن، بس دي جبناها برضو تغيير، مشايه كده للطرقه. حطها يا حسام في الطرقه. ماشي. ساعد اخوك يا حلا لو حاجه. هو سابها ومشي. خديها طبقيها كده. هروح احطها في الطرقه. بصوا بقى، بالنسبه للانتريه انا جايباله ده. المشكله ان انا الانتريه عندي ضخم شويه كبير، فمش اي حاجه بتليق يعني بتبقى على مقاسه. فده وفي ده. بص اطلع. لا استني يا كرم، مش عارفه. تعالوا بقى عشان ناخد راي بعض، وهم برضه هيقولوا لنا في الكومنتات انهي. ماشي برافو. يلا نفرش دي ولا دي فين؟ على الانتريه؟ بعدين هي فين التانية؟ ما هي بابا دي اهي دي دي ولا دي اهو. دي؟ بصوا انتوا عشان نحطها تقولوا لنا هنا. برضو. بص دي الكفر البياض دي ولا دي؟ بص ده استني كمان عشان يشوفوا. غالبا انا من رايي نفرش دي، وبرضو انتوا قولوا لنا. نفرش دي هنا. مش عارفه بقى اللي احنا فرشناه ده احلى ولا الاولاني احلى. لا ده احلى. انا بقول كده برضو، بس برضو عايزه اقول لكم بجد مش داخل ذمتي قوي يعني بس الواحد بقى ايه علشان موضوع الدهان والحاجات اللي احنا عملناها، فالواحد كان تعبان ونزلت جبت الحاجات دي يعني وانا تعبانه جدا، وكان يعني الوقت ضيق يعني. عشان اصور لكم احلى فيديو في العالم. شطوره يا كوكو. دي مش حاطينها حلو. مين اللي عامل الكرسي اللي هناك ده؟ انا. طيب الكرسي ده برضو نفس الكلام يا حسام اعمله. شاطر يعني ما تخليهاش نازله قوي يا حسام، فاهم؟ حاضر. دخلها لجوه شويه تبقى على طرف الكرسي كده. ده هو الفيديو بتاعنا. ده فيديو، ده هيبقى احلى فيديو في العالم. ده فيديو النادي يا كارما، فاكره الفيديو ده. الفيديو بتاعنا ايه؟ انا قلت الفيديو اللي احنا ماشي اوكي عادي. اهو. يلا شطور يا حسام. بصوا كده بقى ده الشكل النهائي للريسبشن اهو. الكرسي حسام اللي عمله حلا وكارما ساعدوني بصراحه. شوفوا بقى قولوا لنا رايكم ايه. وده كده الشكل النهائي.
الانتريه وكده الركنه وفرشنا الستاير. لو في اي برضو راي ليكم قولوا لنا عليه واحنا وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو حابين النوعيه دي من الفيديوهات قولوا لنا ونصور لكم واحنا بنفرش اوضه حسام وحلا وكرمه، وننزل لكم على طول حاجات شبه كده قولوا لنا واحنا هنعملها، واحنا بنحبكم جدا ونقول لهم ايه؟ سلام. واستنوا الفيديو بتاع استنوا الفيديو بتاع تعليق الزينه فعلا، واحنا بنحبهم قوي 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 قوي، وبنقرا كل الكومنتس بتاعتهم، وشجعونا وقولوا لنا رايكم ايه. ده احلى احنا بنصور ده احلى فيديو في العالم بصراحه. وقولوا لنا هل الركنه حلوه بالكفر ولا من غير، والانتريه ده ولا بالتاني اللي احنا وريناه لكم، ونقول لهم ايه؟